معلم ترى الطلاب حوله كحمام الحرم، كيف لا وهو أصبح للعلوم جامعة. مثل دينار إليه تشد القدم، ولمثله تشد الرحال وبالخطى المتسارعة. أصعب الأرقام أخرجها لأنه صعب الرقم، ونحن نعرف من نتابع، دينار نورا نتابعه. إهرامات مصر الناقصة، إهرامة مصر الناقصة ينقصها هذا الهرم، وعجائب الدنيا 8 دينار بعد السابعة. السلام عليكم، معكم الزمن الجميل دينار إسلامي. معنا اليوم درس في المنهج الزمني، ونحاول أن نحلل لكم القرآن والكون والواقع، ونحاول أن ندمج في منهجنا هذا الأمور الثلاث: كيف نفهم الدين في زاوية الواقع في حياتنا العامة وما نشاهده في واقعنا، ومن جهة نربط الدين والواقع بالعلم، وكيف نفهم هذا الثلاثي المكتمل الذي هو ثابت ترابطه، لأن الخالق هو واحد. من وضع القرآن هو من وضع هذا الكون، ومنهجنا هو تبيان فهم هذه الثلاثة: القرآن، الكون، والعلم في الواقع، فندرك ديننا وأركانه وجوهره، ونربط الدين بالواقع، فنتحكم في الطبيعة وفي العلوم وفي فهم وإدراك جوهر الإسلام وأركانه، ونتقرب بالعلم لأنه مصدر من مصادر التشريع الإسلامي كما قلنا سابقا. فلاحظوا معي قيمة العلم والكون ودراستهما في فهم مصادر التشريع الإسلامي، وهو الكتاب والسنة. فبدون علم لا نستطيع أن نفهم الكتاب والسنة، وبدون عقل لا نستطيع فهم الكتاب والسنة، فيجب دمج الكون بالكتاب والسنة عبر علم وعقل. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ في شرح أول علاقة علمية لله سبحانه وتعالى، نربط الله سبحانه وتعالى بالكون في الواقع، ونؤكد هذا كما جاء في القرآن الكريم. فاليوم جئتكم بدرس عن من الخصائص العلمية في القرآن، وأول هذه الخصائص نتطرق إلى عناوين كثيرة، من بينها قيمة رأس السنة في الكتاب والسنة وفي النظام العلمي، تساقط الأمطار والثلوج في رأس السنة وما معناها، ونفسر أحد القصص التراثية للبشر وهي بابا نويل وعلاقتها بالقرآن والله سبحانه وتعالى والكون، وكيف نتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وما هو الزمن والإطار الفلكي الذي نعرف به الأشهر للتوبة والحج والصيام والعودة لله سبحانه وتعالى. نعطي الأدلة والإشارات القرآنية في الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالكون، يعني زمنيا وفلكيا. نفصل في الأشهر الحرم وعلاقتها بالتوبة، وكيف وضعها الله ونظامها وعلاقتها بالكتاب والكون، وخاصة خاصة خاصة قدسية الزمن، لهذا حرمها الله وفرض فيها العبادة والابتعاد عن كل ما هو سلبي، تعظيما لشعائره ولهذه الأوقات. كذلك هنا في الأشهر الحرم والأشهر القمرية نبين أن شهر ذو الحجة والأشهر القمرية متلاعب بها تعمدا لتضليل المناسبات الفلكية الإسلامية والكونية التي لها قدسية وبعد علمي كبير، فتعمدوا تضليلكم. نتكلم اليوم كذلك عن حلق الرأس، والذي ذكره الله سبحانه وتعالى في عديد المواقف، وما هي الحكمة العلمية، ونربطها بشروحات حول النبات ونمو الشجر في الطبيعة، بمعنى الشعر هو الورق، ومتى يكون هذا، ونستدل عليها بحلق الرأس في القرآن الكريم والركن الخامس. كذلك نبين أن خير الأمور أفضلها، وخير الأركان يعني في التوقيت
هي التوبة، والتوبة تكون لمن استطاع إليه سبيلا في الحج وفي ركن، وهو ركن مقدس عند الله سبحانه وتعالى. فاجتمع ركن الإسلام بالزمن، فاختار لها وقت معين وهو نهاية السنة. كذلك نفصل ونبين الصور الأخيرة التي نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم، ولماذا الله اختصها بآخر الصور كسورة النصر وسورة الفتح. حتى النصر حسب النزول أو حسب المصحف كانت في آخر المصحف. كذلك سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. لماذا؟ ليغفر. الغفران والفتح والنصر، وكذلك التوبة. فالتوبة كانت آخر ما نزل. ولماذا جاءت هذه الصور في آخر الصور؟ وكذلك الإشارة هنا والحكمة إلى أن الإشارة إلى الناس، سورة الناس مع شرح الناس. هذه الحكم كيف تعالج بها، كيف تفهم النظام الكوني، كيف تربط القصة بالآية بالفلك بطبيعة إدراكنا للعلم وبداية العلوم التقنية الأخرى. فكل العلوم تجتمع في حلقة، وهي حلقة دائما ما قلت لكم أنه يتم تكفيرها أو إعطائها صفة الشرك أو الكفر أو كل شيء لتنفيركم منها وتضليلكم عمدا من ما يسمى السلف الصالح ما بعد وفاة الرسول. فتم تضليل هذه الأمة للأسف منذ قرون. والأصل أنها حكم ربانية تخشع فيها القلوب والمؤمنون، ويفضل الله من عباده أن يتم عبادته فيها، وأن يتم الحج فيها، وأن يتم الصيام فيها، وأن يتم الخشوع والطلب والدعاء والإنابة والرجوع إليه فيها والتوبة. فشبه الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم وجوهره أو هذا الكون أو حياة الإنسان حتى حياة النبات والمخلوقات بداية الخلق. فجاءت سورة العلق، يعني من علقة بداية الخلق. فكان أول ما نزل هو سورة العلقة، يعني الله سبحانه وتعالى خلقك من علقة ثم تعيش في هذه الأرض فترة. فوصف تلك الفترة وابتدأت هذه الفترة بالفاتحة والفتح ثم البقرة أي الفلاحة، وهو عنصر لبقاء الكائنات الحية سواء البشر أو الحيوانات وما إلى ذلك. إشارة إلى الاجتهاد، إشارة إلى العمل، إشارة إلى النبات، إلى الزرع وما إلى ذلك. ثم ختم بعد توضيحات فقهية اجتماعية دينية علمية، يعني كثير من المواضيع الاقتصادية والأحكام والأعراف والقصص. ثم ختم بالتوبة والفتح والنصر وما إلى ذلك لكي نتقرب إليه في آخر حياتنا، يعني بين العلق والوفاة. فسورة التوبة كانت إشارة علمية إلى رأس السنة، كذلك النصر أو الفتح. فالله سبحانه وتعالى يفتح لنا في آخر السنة، كل سنة لديك فتح. في ذلك الفتح هنا يقرر الله سبحانه وتعالى هل يعطينا عام آخر نعيشه أو لا. الركن الخامس وهو الحج، والركن السادس هو الزراعة للحياة. الركن الخامس للحج جعله الله سبحانه وتعالى في آخر الحياة وليس في بدايتها. لماذا؟ للتوبة فيه. وارتبط به في هذا الركن، ارتبطت فيه كذلك التضرع والخشية والخوف وطلب المغفرة وما إلى ذلك، ليعطينا لماذا؟ ليعطينا حياة أخرى وعام آخر، وهكذا كل سنة. فالحكمة هنا هي أن الإنسان كل ذنوبه أو كل أركانه يجب أن يتمها قبل 25 من شهر 12، مثل الزكاة ولا التوبة ولا حاجاته ولا علاقته مع الناس، استعدادا إما ليوم القيامة الذي يكون يوم الجمعة التي جاءت فيه وتنتهي الأرض، وهنا الجمعة في رأس السنة. فضل يوم الجمعة. ذكر يوم الجمعة باسمه في القرآن الكريم، وهذا أول تشريف له ولمكانته عند الله والرسول، وسماه سيد الخلق أجمعين سيد الأيام يوم الجمعة في حديث صحيح، وقال فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا بيوم الجمعة،
تفضيلا لها، وسمي عليه وحده سورة من سور القرآن الكريم، وهي سورة الجمعة. وخصه الله بأنه العيد الأول والأفضل للمسلمين، وفيه ساعة استجابة الدعاء، وفيه الاجتماع والبيع والانتشار في الأرض ابتغاء فضل الله لعلكم تفلحون. وهذا توضيح لأنواع الجمعات في السنة. فالجمعة الأسبوعية وتقام وتبدأ توقيتها يبدأ من بداية رأس العام، ويكون بعد 6 أيام من بداية رأس العام، هذا وقتها، وهذا هو الزمن المقدس والصحيح، ومتعلق بالعددين 12 و 13 لنيل بركة هذا الأسبوع. وهذا هو الهندسة الربانية التي وضع فيها عدد الركعات والسجدات، فيجب أن تكون في زمن مقدس، يعني الله سبحانه وتعالى يربط عدد أيام العبادة بنهاية الأسبوع. في نهاية الأسبوع يجب أن يكون عدد ركعات ثابت في زمن ثابت، وهذا ما يسمى بالصلاة الأسبوعية أو عيد المسلمين الأسبوعي. فلا يجب أن نصلي وفقط، وأن نخلط الأيام 6 و7 في الأسبوع وفقط، أو نحددها بزمن وفقط، بل يجب أن يكون في وقت وزمن ثابت مرتبط بمعادلات كهرومغناطيسية وفيزيائية وعلوم دقيقة جدا. وأما الجمعة الشهرية فقد ميز الله سبحانه وتعالى كل جمعة على جمعة أخرى، فالجمعة في حد ذاتها مقدسة ولها بركة كبيرة على جسد الإنسان والزرع والحياة والحيوانات في الأرض. ولكن الله سبحانه وتعالى فضل بين هذه الجمعات، فأفضل جمعة في الشهر هي الجمعة الثانية من رأس السنة، ثم تأتي الجمعة الثانية بعد كل شهر. مثلا في الشهر الأول من رأس السنة أفضل جمعة وأقدسها هي الجمعة الثانية التي تقع في اليوم 12، ثم نصبح في اليوم 13. هذه الجمعة مقدسة جدا عند الله سبحانه وتعالى، هذا توقيت مبارك للإنسان والحيوان ولهذه الأرض، ويطرح الله سبحانه وتعالى فيه بركة عظيمة. ثم في الشهر القادم في اليوم 12 و13 فيه جمعة كذلك أفضل من باقي الجمعات في الشهر. هذا هو المعنى، يعني كل شهر فيه جمعة أفضل من باقي الجمعات. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام حذر من عدم حضورها، فإن كان لك عذر ليست مشكلة، ولكن أن تتعمد عدم حضور هذه البركات فالله سبحانه وتعالى كأنه يقطع عنك بركته. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا المجال: قد يطبع قلبك إذا غبت أكثر من 3 جمعات. وأما الجمعة الفصلية يعني تأتي كل 4 شهور، فالله سبحانه وتعالى وضع نظام سنوي ونظام فلاحي ونظام علمي ونظام تعبدي، فربطه الله سبحانه وتعالى بالزمن. فهذا الزمن هو تقديس. الله سبحانه وتعالى وضع هذا الكون في نظام محكم، ووضع أركان الإسلام تابعة لهذا النظام، وليس هكذا وفقط. فوالله الذي لا إله إلا هو إذا لم تعرفوا الزمن والذي ربطه هو سبحانه وتعالى بالقمر والشمس والفصول، فما راح تعرفوا معاني الإسلام وفوائده وجوهره والحكمة من أركانه. وأعطيكم التوقيت الذي قدسه الله، فوضع 4 فصول، ولكن فصل الله وفصل الآلهة وفصل الديانات وفصل الذي يجب أن تكون فيه أركان الإسلام في جميع الحضارات، وتكون فيه العبادات في جميع العصور والحضارات القديمة والحديثة والديانات والشرائع وكل شيء، فهو فصل الخريف. فالإسلام أشار لهذا، وفضل الله سبحانه وتعالى فصل الخريف، فتكون بدايته بركن من أركان الإسلام، وتكون نهايته بركن آخر من أركان الإسلام في الشهر 12، وما بينهما ركن آخر من أركان الإسلام وهو الزكاة. فالله سبحانه وتعالى قدس هذا الشهر ووضع فيه أركان الإسلام بعظمتها وشحمها ولحمها، وهذه ذكرى لأولي الألباب. ففيه حصاد في بدايته، وفيه التمر والنخل والزيتون والقمح وكل وأغلب المزروعات، وهنا يتعبد العباد لنزول المطر بالخريف. فإن الله إن أمسك مطر والغيث فما أغاثهم
فضربهم القحط وهلكت الأمم في السابقين والغابرين. فعرفوا قيمة الماء والغيث ومن ينزله، فكانت الحضارة القديمة تعبد الله، والله سبحانه وتعالى يشير إلى هذا في الكتاب والسنة، وسنفصل فيه أن هذا هو وقت الصيام، وأن هذا وقت الحج، وأن هذا وقت الزكاة، وأن هذا أفضل وقت وفصل للتعبد والصلاة والنوافل. يقول تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حيا. فاعرفوا قيمة الماء تعرفون قيمة الإسلام. وأما الجمعة السنوية فهي أقدس مقدسات الإسلام والمسلمين، وهي أبرز ما جاء به الإسلام والقرآن والسنة، ولكن لا أدري كيف أخفوها عنكم، وكل القرآن يشير إليها والسنة ولعظمتها. فلو تبحثون وتشغلون عقولكم تجدون كل الحضارات الأشورية والمصرية والكنائس الشرقية والغربية والأشوريين والمصريين والأمازيغيين وكل من على سطح هذه الأرض وفي هذا الكون يقدسون ويصومون ويتضرعون ويتعبدون ويزكون في آخر رأس السنة، ثم يحتفلون ويفرحون ويبتهجون في ما بعد رأس السنة. فرأس السنة هو رمز مقدس لن يزيله فتاوي الشيوخ، ولن يحرفه فتاويهم بتكفير هذا الاحتفال أو هذا الصيام. فهذا أفضل أيام وأفضل المواضع المقدسة في الكتاب والسنة، ولكن تم تحريفهما للأسف وتكفيرهما ووضعهما في خانة الشرك الأكبر وهم لا يفقهون للأسف. فالله سبحانه وتعالى ربط الفلاح بالعدد 12 و13، وربط حتى المياه المباركة فانفجرت 12 عينا، فانبجست 12 عينا، وإصباط موسى 12 كذلك. فهذه إشارات إلى رأس السنة والاحتفال بها، وكذلك والفجر وليال 10 وهي ليالي البيض والليالي السوداء من رأس السنة. فلاحظوا معي كيف يربط الله سبحانه وتعالى هذا النظام القرآني، هذا النظام الإسلامي بالكون والواقع والسنة الفلاحية والشهرين من 12 و13، أي رأس السنة. فمنتصف هذا الشهرين هو رأس السنة. رأس السنة، ولهذا جاء رأس السنة في الأمازيغية في الجمعة الثانية والذي تعلق بالفلاحة. كذلك هذه رأس السنة دائما متعلقة بالشجرة ولا الكريسماس لدى الحضارات والديانات والشرائع الأخرى، أو في الإسلام بالركن السادس وهو ركن الزراعة، والذي فصلناه في محاضرة فيها أكثر من ساعتين. وربطنا كذلك سورة الفجر والعصر والرعد، وفصلنا كثير من الآيات أنها كلها تشير إلى رأس السنة، وكذلك الآذان الذي يحتوي على الدعاء أو الدعوة إلى الفلاحة، لأن هذه الحضارة المزيفة التي نعيش فيها أساسها هي العنصر البشري ثم العمل بالماء لتكوين ما نأكله سواء للإنسان أو الحيوان للبقاء، فعنصر البقاء. فركز الله سبحانه وتعالى لبقائنا أن نحتاج إليه، وهو من يغيثنا وينزل علينا بركاته وفضله ويجدد لنا الماء في هذه الأرض قبل أن تقحط وتنتهي وتكون نهايتنا كما كانت نهاية السابقين الأمم السابقة. فهذه مقدمة عامة لرأس السنة وبعض المواضيع التي سنتناولها بفضل الله. فالليالي البيض وهي تكون في فترة ما بين 25 من شهر 12 أي شهر ديسمبر أي الشهر الأخير في السنة الميلادية إلى الشهر الأول أو شهر يناير أو شهر جانفي إلى اليوم 12 أو 13 من هذا الشهر الأول من السنة، فتكون فيها ما يقارب 20 يوما. فهذه الليالي البيض يكون شتاؤها يعني إعلان لدخول الشتاء، وتكون فيها شتاء وأمطار وفيها البرد ليلا، وتكون دافئة نوعا ما نهارا. وهذه يا إخوان هي علامة من أكبر العلامات الفلكية التي تدل على شهر التوبة، التي تدل على شهر الغفران، التي يفتح الله سبحانه وتعالى بابه للتوبة
وتكون في آخرها هذه الليالي آخر شهر 12 شهر ديسمبر، وهي تكون في الشهور الهجرية، تكون في ذو الحجة. ولا تقول لي هي ليست في ذي الحجة، بالعكس، اضبطوا المواقيت على هذه الليالي أنها تكون في آخر ليالي من شهر ذي الحجة، بمعنى أن الشهور العربية متلاعب فيها، ويجب أن يضبط الحج في الأشهر الحرم. لماذا وضعها؟ والدليل لماذا الله سبحانه وتعالى وضع الليالي البيض. هذه الليالي البيض تعبر عن الله سبحانه وتعالى ونزوله إلى السماء الدنيا وتوزيعه لهداياه واستجابته لمن يتوب ويدخل في دين الله، وهي باب كبيرة لإعادة الحساب للسنة السابقة وبداية السنة اللاحقة. فهنا يقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. لماذا؟ ليغفر لك الله. هذا الغفران من الله سبحانه وتعالى يكون في رأس السنة، وجاءت سورة الفتح أو سورة النصر أو سورة النصر الثانية حسب التنزيل والمصحف كانت في آخر السور. فمثلا سورة التوبة نزلت وهي من الطوال، نزلت في عديد المواطن، ولكن لم تكتمل نزولها إلا في آخر حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي آخر ما نزل من القرآن، كإشارة إلى الله سبحانه وتعالى أن التوبة تكون في نهاية العمر، يعني تعيش، وآخر شيء هو الحج والتوبة. فارتبطت هذه الليالي فلكيا، وأذكرها لكم لتحددوا الزمن. فهذه الأشهر القمرية العربية يعني فيها خلل كبير، والزمن يحتاج إلى ضبط، وأذكركم وأذكر لكم الأيام البيض، فهي تحدد الأشهر وتحدد الزمن. فذلك البياض الذي تكون فيه، وهو تشبيها بفرح ونور لهذه الأرض وللسماء الدنيا، وينزل الله سبحانه وتعالى ويعطي كل ذي سائل حاجته، ويقبل عباده التائبين، ولهذا جاءت التوبة في آخر القرآن. ويقرر الله سبحانه وتعالى: هل يعطينا عام آخر لنعيشه فيغدق علينا من المياه ومن يعني الشتاء، وخاصة الهدية في رأس السنة من الله سبحانه وتعالى، وهي الثلوج. فالثلوج اقترنت بالله سبحانه وتعالى، فيعطي كل ذي حاجة مسألته الخاصة. أما أهل الأرض فيعطيهم المياه ليعيشوا، كأنه أذن لهم أن يعيشوا مرة أخرى. فتكون التوبة والحج في آخر السنة. ومن هنا جاءت الليالي. فالليالي رمزيتها وليس النهار، فرمزيتها هي قيام الليل، ورمزيتها هي الدعاء، ورمزيتها هي الصيام. فأحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى في هذه رأس السنة، وهي الصيام والقيام والحج في ذو الحجة، فيكون فيها فالحج ليس يومين معدودين، ولكن أشهر معلومات، ويكون فيها تحريم كل أنواع الفسوق والقتل والحروب وما إلى ذلك. فجعل الله سبحانه وتعالى شهرين، شهر 11 وشهر 12 وشهر الأول من السنة الجديدة، فجعل 3 شهور حرم وراء بعض، ثم تنتهي الأشهر الحرم. فيقول الله سبحانه وتعالى واصفا هذا الحدث الفلكي، يثبته في القرآن أنه انتهى بعد 3، فيقول: فإذا انسلخت الأشهر الحرم، وهذا يكون في سورة التوبة. فبعد التوبة انتهت الزكاة، وانتهت القصاص ولا إرجاع الحقوق ولا الدخول أو الخروج. فقضاء وقدر يكتب في رأس السنة لتعطى من بركة تلك السنة، أو من أقدارها، أو من ما ربما يتغير بالدعاء، أو يعني كأنه وثيقة بيننا بين الخالق والمخلوق، أن تكون وثيقة كأنها ضمان اجتماعي. هل تريد
يعني عقد آخر كل سنة، فذلك العقد بيننا وبين الخالق سبحانه وتعالى يتجدد كل سنة في رأس السنة، حتى تأتي سنة لا فيها تجديد ولا شيء، وتكون آخر يوم تكون آخر السنة. فهذه هي الرمزية. فالليالي البيض هناك في الحضارات القديمة من يحددها ببداية 24، هناك من يحددها ب25، ولكن هي ليلة 24 على العموم 10 أي في رأس السنة. فلاحظ معي وتأمل، فالوقت هذا مهم جدا ومقدس في هذا الكون. أولا، الكنيسة الأرمن الأرثوذكسية وتصوم 40 يوما من 26 نوفمبر إلى 3 يناير، والعيد يوم 6 يناير. لاحظ تركيزهم على الشهر 12 و13، يعني نهاية رأس السنة وبداية رأس السنة الجديدة. كذلك يحتفل المسيحيون السيريون بالحسكة والقامشلي بعيد أكيتو أي يوم الأرض. لاحظ معي، ركز لي على الأرض، يعني الزراعة والماء. ومعنى أكيتو بريحو أي رأس السنة المبارك، ووقته يكون في رأس السنة. كذلك الأشوريين والسريانيين والكلدانيين بالعراق وسوريا، ويحتفلون حسب طقوس خاصة طيلة 12 يوم في الشهر رقم 12 و13. ركز لي على الشهور والتوقيت ورأس السنة. كذلك عيد القديس اسبيدريون يوم 12 ديسمبر، وشهر 12 والأيام عددها 12. ركز لي على رأس السنة. وكذلك يصوم الأقباط السريان الأرثوذكس عيد الميلاد من 15 ديسمبر إلى 25 ديسمبر، وهو الشهر رقم 12 من السنة. فلاحظ تركيزهم على الشهر 12 ورأس السنة. ولاحظ الاحتفال بكنيسة الروم الأرثوذكس يوم 25 ديسمبر، وهذا يأتي بعد صيام 40 يوم من نهاية رأس السنة، والاحتفال يكون مركز على الشهر رقم 12. كذلك الكريسماس، وهو عيد مشهور ومعروف، ويصنعون منه الشجرة ويحتفلون به متى؟ في رأس السنة، أي يركزون على الشهر 12 و13، ومعناه الزراعة والشجر، يعني الغرس والزرع. لاحظ معي التقويم القبطي، وهو تقويم نجمي يبدأ من اليوم 12 من بداية الخريف في شهر سبتمبر، ويقسم هذا المصريين القدماء السنة إلى 13 شهر، يبدأون من اليوم 12 سبتمبر وينتهون بشهر قصير يشير إلى نفس العدد ونفس العلم إلى 12 و13 من السنة. ومن أهم المصطلحات النيروز، وهو يطلق على رأس السنة بالقبطية، ومعناها الأنهار، وهو موعد اكتمال فيضان نهر النيل برأس السنة، ودوما تركيزهم على المياه والزرع ورأس السنة. كذلك بالصين لديهم احتفالات ورقص بعديد الحيوانات من بينها التنين وما إلى ذلك. ووضع بالبداية، يعني في تاريخ هذا الاحتفال، بدأ لمساعدة المزارعين لمعرفة مواسم الزراعة ودعمهم، ويكون في رأس السنة. كذلك عيد يناير يحتفل به الأمازيغ كل رأس سنة فلاحية، يسمى أكساس أمباركي، وهو احتفال بالأرض والمياه والزرع، ويكون هذا في الشهر 13 أي في بداية الشتاء، وسنفصل فيه في باقي الحلقات. لاحظ القدماء لدى رأس السنة البابليين والأشوريين، لا يزال السومريين كذلك يحتفلون بعيد أكيتو لمدة 12 يوما. لاحظ يعني تركيزهم على رأس السنة والعدد 12 وكلمة احتفال، يعني رأس السنة هو احتفال بكم؟ بالعددين 12 أو 13. كذلك تحتفل الطائفة الإنجيلية برأس السنة يوم 7 يناير. لاحظ تركيزهم على الشهر رقم 13. كذلك تبدأ الكنيسة الكاثوليكية الصوم بداية من يوم 9 ديسمبر وتستمر حتى يوم 25 ديسمبر من نفس الشهر، يعني تركيزهم على الشهر 12 بداية رأس السنة. وكذلك تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم يوم 24 نوفمبر وتستمر حتى يوم 7 يناير. فلاحظ تركيزهم على الشهر 12 و13 من رأس العام. لاحظ معي تواريخ ولادة شخصيات مقدسة وموعد الاحتفال بها لدى البشرية منذ القدم في الشهرين 12 و 13. فالمصريين القدماء كانوا يعتقدون أن ايزيس تبكي على زوجها أوزيريس، ودموعها هي التي تؤدي إلى فيضان، لذلك كانت الاحتفال تركز على تقديسها وإقامة الطقوس لها بالشهر 12.
يوم 27 ديسمبر هو يوم القديس يوحنا بن الزبيدي. ولاحظ معي العددين 12 و 13، واليوم 25 من شهر ديسمبر أي 12 من رأس السنة. لاحظوا معي من أهم الاحتفالات والمواليد هو ميلاد المسيح يوم 25 من شهر 12، واحتفال الكنيسة به، وهذا شيء يعني كبير جدا وعلامة عظيمة. كذلك ولادة الآلهة في نفس اليوم، منها الآلهة أوزاريس. فلاحظ معي يوم 25 ديسمبر كيف ولدت كذلك الآلهة أودونيس والآلهة كريشنا. بنفس اليوم ولادة الإله ميترا ابن الرب، وكذلك عيد الشمس التي لا تقهر والتي احتفل بها الرومان الوثنيون يوم 25 ديسمبر. فركزوا معي هذا اليوم يعني هو تاريخ كبير وحافل في التاريخ البشري القديم والحديث. ولأن اليوم 12 مقدس عند الله سبحانه وتعالى، وفي هذا الكون ولد فيه محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من مشى على هذه الأرض. في جميع الحضارات تجدهم يعملون صيام 15 يوم، 20 يوم، شهر، 45 يوم دائما في آخر السنة في جميع الحضارات، في أغلب الحضارات في هذا الكون التي تسمعها أو التي لا تسمع بها. لماذا؟ لأنهم يتقربون إلى إلههم، لأنهم يعرفون أن هناك نظام وهناك علم في هذه الأرض يجب أن يدعوا إلههم أو أربابهم أو الذين كانوا يؤمنون بهم سابقا في جميع الحضارات. وكذلك نحن المسلمون، نحن نعيش في نفس النظام ونعيش في نفس الكون وفي نفس التقاليد، فهي موجودة بوضوح في القرآن الكريم. وسبق أن نشرت محاضرة فيها ساعتين في هذا الأمر في ركن الزراعة، فارتبطت هذه الاحتفالات بالشجرة وبالمياه. فأنت ماذا تحتاج؟ هل تحتاج هاتف كهدية، أو تحتاج سيارة كهدية، أو تحتاج ماء وهو عنصر الحياة، أو تحتاج ما تأكل وهو عنصر الحياة لك وللحيوان؟ فالأكيد والمؤكد عندما تعود إلى الوراء قليلا، وكيف أن العالم يحتاج إلى الماء وجميع الأمم والغراسة، يعني الغرس وأساس الزراعة هو الماء. فالله سبحانه وتعالى جعل شرط العبادة كأنه يتحكم، يمسك السماء ألا ترسل علينا ماء مدرارا. فهنا الحكمة. فرأس السنة ولا الليالي البيض يختلف طقوس تقرب إلى الله في الحضارات القديمة أو الأمة الإسلامية، فهي على نفس النظام، ولكن فيه تشويه كبير إلى رأس السنة. فمثلا عندما يقول الله سبحانه وتعالى الدليل على الفجر وليال عشر والشفع والوتر، الفجر وليال عشر، العشرة والواحد، ثم الشفع والوتر 13، فهنا الإشارة إلى الشهر 13، وكذلك العصر من المعصرات، ويحكي على الماء. وكذلك سورة الرعد التي ترتيبها 13، ومذكور الرعد في سورة الرعد في الآية 13، وقبله البرق الآية 12، وعديد الآيات شرحتها سابقا، والصور والحكم، وكذلك الآذان وكلمة الفلاحة والدعوة إلى الفلاحة في القرآن، كلها تصب في شهر 12 13، أي شهر 12 والواحد، وهو النسيء، كان يسمى النسيء 13، أي بداية الشهر الأول، تحديدا الأسبوعين الأولين من بداية السنة. فهناك من يحتفل يعني يعد 10 أيام فقط، يعني جوهر، يعني منتصف هذه الليالي البيض 20، وهناك من يحتفل ينقص 10، وهناك من يزيد 10 أيام، وذلك بعدما أضافوا 10 أيام في الحساب الغريغوري في الكنيسة في المسيحية سابقا. فلو تبحثون تجدون أن هذا الوقت مقدس جدا، وكل العلوم ترتكز عليه. فمثلا أعطيك مثال، الشريعة الإسلامية تحرم، يعني تضع شهور محرمة، فتقول الأشهر الحرم وهي 4. لماذا؟ نفس القاعدة. فتجد أن الأشهر الحرم الحالية متلاعب فيها، فالثلاث أشهر الأولى من الأشهر الحرم تكون شهرين قبل رأس السنة، والشهر ما بعد بداية السنة الجديدة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول للإنسان خشوعوا، يدعو إلى الخشوع، إلى التوبة، إلى بداية التحضير لرأس السنة. هذا هو المقصد الأساسي من رأس السنة. فتكون الناس في رحلاتها نحو الحج، في صيامها
فارتبطت هذه الأشهر بالصيام والقيام والحج والعبادة والتقوى والإنابة والرجوع والدعاء والاستغفار. إن فتحنا لك فتحا، لماذا؟ ليغفر لك الله. فارتبطت سورة الفتح بفتح، كأنه يعني ينزل إلى السماء يفتح لنا الباب، وكذلك الفاتحة. فلو تلاحظون أن سورة الفاتحة جاءت في بداية القرآن كأنه بداية السنة، ثم الفاتحة الثانية حسب النزول جاءت في المرتبة هنا، الفاتحة الأولى حسب المصحف، وهنا بعد 5 صور تجد الفاتحة حسب النزول، ترتيب النزول. فهنا إشارة إلى الفتح والفاتحة. فأين تجد سورة الفتح؟ هذه الفاتحة وهذه الفاتحة، فتجد هنا سورة الفتح وهنا سورة الفتح، وسورة التوبة تجدها هنا وسورة التوبة تجدها هنا. فهذه الزاوية يعني في الصور، لما تجد الصور القرآن فهذه الزاوية تشير من بداية القرآن، تشير إلى بداية السنة، أن الله سبحانه وتعالى فتح لنا في تلك الزاوية الفاتحة والفتح والتوبة وكل الرموز للنصر، كذلك من سورة النصر. فالله هنا ينصر المسلمين بتوحيده، العبد يوحد الله في سورة النصر، والله سبحانه وتعالى ينصر من نصره. فقيمة الأشهر الحرم وهي التحضير لعبادة الله والخشوع في هذه الأرض، لأنه خلقنا ليبلونا أينا أحسن عملا في سورة الملك. فكان التحضير هو أساس التحريم، التحضير لعيد، التحضير للتوبة في رأس السنة، لاستقبال هدايا الله سبحانه وتعالى بوضع الأشهر الحرم. فلاحظوا معي 3 أشهر تختتم بالشهر المحرم. فأين يكون هذا الشهر المحرم أو الشهر الحرام؟ فيكون في بداية السنة، ويكون في شهر يناير، ويكون في الشهر الأول، ويكون في شهر جانفي. فلاحظ معي، أعطيك بعض الأدلة العلمية، أن 3 شهور ثم يكون ما بعد يعني بداية السنة يكون اليوم يكون الشهر رأس السنة يحدد إلى أقصاه. يعني هناك من يضع ينقص 10 أيام في التوقيت الجريجوري، وهناك من يبقيه لا يزيد أو ينقص في 10 أيام، فتكون 4 من بداية السنة 4 أيام، أو 14 تنتهي الليالي البيض. فلاحظ الأيام هو 14، يعني 3 شهور و14 يوم، وهذا هو الثابت الرياضي 3.14 أو 143، وهي عدد حروف الفاتحة والفتح، أو هي نفسها الصلاة. عندما نصلي نقوم ب الركعات، يعني مثل المغرب 3 ركعات، ثم تتبقى لنا 14 ركعة، 14. أو عندما نركع أو نسجد فنقول سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى، وهي 3 كلمات متكون فيها 14 حرف. فالنظام كذلك الفاتحة التي فيها 143 حرف، أي 14. فلاحظوا معي ركن الصلاة أو ركن الحج أو وضع الله سبحانه وتعالى هذه الأشهر ال3 وراء بعض، ثم يكون بعدها 14 يوم المقدسة التي تكون فيها ثلوج بحول الله، وهي هدية من الله سبحانه وتعالى. تقول لي ولماذا الشهر الرابع لم يأتي وراء بعض، يعني منفصل؟ لماذا الأشهر هذه الأشهر الحرام كانت يعني منفصلة 3 ثم الرابع يعني وراء بعض، ثم الشهر الرابع رجب منفصل عنها؟ فأقول لك أن الله سبحانه وتعالى قدس من هذا دليل أن الشهر محرم أو رأس السنة يعني له قيمة كبيرة. فالله سبحانه وتعالى عظم الشهر محرم الأول من السنة، فكان ما يقابله فلكيا هذا في الصيف. أما الشهر الرابع من رجب فيكون في الصيف، يعني شهر محرم في الشتاء، فيكون ما يقابله وهو شهر رجب، وهذا ما يسمى الخط الذهبي. بمعنى لو يكون هنا شهر محرم ستجدون أن شهر رجب يقابله، وهذا هو الخط الذهبي الذي ذكرته في معادلة 12-13 سابقا، وذكرنا ارتباطه بعظمة الله سبحانه وتعالى وعظمة
القرآن الكريم وشرحنا عديد الآيات والعلوم والأعياد وولادة الآلهة فيه عبر الكون والتراث البشري. حتى الأشهر مبنية، محرم يقابله رجب في الأشهر، ومبنية الشهور، زمنية الشهور تابعة إلى الثابت الرياضي للصلاة 13-14، أو تابعة يعني زمنيا الشهر تابع للصلاة وتابع إلى الشهور وإلى تقديس الحج. فآخر الأشياء أفضلها وختام هذه الأشهر الحرم، وهي لعدم حدوث يعني مثل الحروب أو التفرغ لأمور كثيرة، فجعلها الله تمهيدا وكأنه بروتوكول لاستقبال شخصية ما. فهذه الأشهر تعظم رأس السنة والله سبحانه وتعالى نزوله فيها في هذه الأيام، فتكون السماء مشرقة ليلا، لهذا سميت الليالي البيض، فتكون حتى السحب تقريبا منعدمة، يعني سماؤها صافئ. ثم يليها الليالي السود، فتحزن هذه الأرض أو هذه السماء على ذهاب تلك الليالي. فالله سبحانه وتعالى لما ينزل إلينا يعطينا أقدارنا ويحدد لنا موعد للتوبة، وسماها بالفتح في القرآن الكريم: إن فتحنا لك الفاتحة، النصر، وكل هذه الإشارات للتوبة إليه. فهذه العلوم كانت معروفة مفهومة واضحة سابقا، ولكن هناك من تم تحريف جوهر الإسلام. أي شيء يؤدي إلى فهم الجوهر وربط العبد بربه تم حذفها، حذف معاني اللغة العربية كذلك. فلاحظوا معي نزول الثلج. هذا الثلج يا إخوان استعملوه في الشفاء والعلاج شربا وغسلا، فهو من أفضل وأنفع ما يفيد البدن. فلاحظ معي أن رمزية الثلج لو تلاحظون كذلك في القصص السابقة في الأمم التي خلت، كان يمثلون شخصية بابا نويل وهو ينزل من عربة من السماء بذلك اللباس الأحمر بقبعة صوفية ولباس صوفي ولحية بيضاء، وكأنه يمثل الخير. فالرمزية هنا لو نحاول استحداثها أو مقارنتها مع الإسلام، فشبه بابا نويل بالله سبحانه وتعالى في أفلام الكرتون، يعني كأنه إيحاء. لاحظوا معي لو نجمع الفكرة من أين مستوحاة، ولو تبحث عليها لا تجدها صراحة، ولكن لاحظوا معي فقط لأثبت لكم الحكمة هنا من هذه القصة. ينزل شخص يعني لطيف اسمه بابا نويل بلباس أحمر ولحية بيضاء تظهر عليه الحكمة، ويأتي بالهدايا، الثلج، ويأتي في وقت الثلج، ويأتي من السماء. لاحظوا كل هذه النقاط مهمة في إدراك رأس السنة. يكون الثلج في رأس السنة يعني، وينزل بالهدايا للصالحين. هذه نقطة مهمة، للذين مثلا فاعلوا الخير. يريك مثلا رسوم متحركة أن طفل وطفلة يلعبون، والأول ضرب الثاني، ثم الثاني يعمل الخير أو ما إلى ذلك، ويكون مظلوم وما إلى ذلك، فيعطيه بابا نويل في الليل تحت الوسادة، يعطيه هدية. الليل، النزول من السماء، رجل حكيم يأتي بالثلج، يعني يأتي في فترات تساقط الثلج ويعطي الهدايا، وهو حكيم وخير، ويعطي للناس الخيرة والطيبة في الأرض، ثم يعود كل هدايا. فهذه كلها تشير إلى نفس رمزية رأس السنة. كذلك افتح القوس. على ماذا يحتفلون هؤلاء؟ كلها أعياد زراعية. حتى المسلمين يحتفلون في القرآن أو بيوم الجمعة في علم الزراعة. عندما نذهب إلى رمزية الجمعة، هي أعظم جمعة في رأس السنة، ويناير يأتي بعد جمعتين. فالاحتفال بالعيد الثالث للمسلمين. دائما ما يسمى السلف يذكرون عيدين فقط ويتناسون عيد الجمعة. عيد الجمعة عظمت، هناك مثل نزول الله، النزول الأصغر والأكبر. الأكبر يكون في رأس السنة ويطول، أما النزول الأصغر وهو 3 أيام، 12 13 14 من كل شهر هجري يكتمل فيه القمر، ولهذا نحجم فيه السوائل وتتحرك السوائل. كذلك
ماذا كنت أقول؟ كذلك الزراعة يعني، ولا عيد الجمعة، العيد الثالث. فهذا العيد يكون في رأس السنة، هو أعظم عيد، يعني أعياد بسيطة ثم العيد الأكبر في رأس السنة. في الجمعة يجب أن يتوفر فيها 12 مصلية، أمهم 13 وهو الإمام. فهذه هي الرمزية، رمزية صلاة الجمعة ولا احتفال بيوم الجمعة. يجب أن يكون الاحتفال الأكبر بها، يعني كأنك تصلي ولكن تكون منشغل في هذه الحياة. أما الله سبحانه وتعالى كأنه يختص يوم الجمعة في رأس السنة، يختصها بماذا؟ بالحضور الكثيف والدعاء والتقرب والصيام، كذلك الصوم. جميع الحضارات تصوم فيها في الأشهر الحرم، خاصة الشهر الأخير، الشهر 12. جميع الحضارات حتى المؤمنين الذين يتقربون، بماذا يتقرب إلى الله؟ بالصوم، بالحج. هذا الصوم والحج هم الذين يقربونك إلى الله ليغفر لنا ويعطينا مرة أخرى. كذلك لو تلاحظون أعطيكم رمزية أخرى، أن رأس السنة متعلق بالفلاحة والشجر. فتجد الكريسماس أو جميع هذه الحضارات تحتفل بالزراعة، مثل ما معنى عيد يناير أو رأس السنة الفلاحية الأمازيغية، هو احتفال بالزراعة. لا يزرعون قبل 12 يوم من بداية السنة، ثم اليوم 13 يبدأ الحرث والزراعة والاحتفال وعمل كل ما يخدمهم ويخدم هذه الأرض. كذلك فكرة الكريسماس ولا جميع الأعياد في رأس السنة، فهي احتفالات بالآلهة. أما أن تحكم لي على الحضارة الحالية التي تبحث عن الفجور وعكس كل ما فيه طاعة من فجور وعمل الموبقات 10 وليس 7 في لدى الكفار، فهم يعلمون قيمة رأس السنة. فبدل أن يطيعوا الله ويتوبوا إليه يفجرون في هذه الأرض بأفعال وأقوال وكل ما لذ وطاب. في هذا بالنسبة للكفار. أما نحن فنتوب إليه. فالاحتفال بالله سبحانه وتعالى استعدادا له ليعطينا يعني الحياة أخرى. هذه هي يعني القراءة في الإسلام أو في الكون، ونربطها معا فنجدها متوافقة. كذلك أعطيكم يعني علاقة ما بين الكون ولا الأسس العلمية في هذا الكون والأسس العلمية في القرآن. لاحظوا معي أن دائما الله سبحانه وتعالى، خاصة في سورة الفتح. لماذا أقول لكم دائما الفاتحة والفتح مرتبطة برأس السنة؟ فالله سبحانه وتعالى يعني مختصة في أماكن. هناك فتح مثل ليلة القدر، مثل أيام مباركة ولا أيام مباركة وما إلى ذلك، ولكن الفتح الأكبر فهو موجود في رأس السنة. فالحلق، لو تذهبون إلى سورة الفتح الآية 27 تجدون أن الله يتكلم عن ماذا؟ إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الغفران. كذلك الحلق في نفس السورة في الآية 27 يتكلم عن الحلق، حلق الرؤوس. هذه يا جماعة الخير سأقنعكم بالواقع، سأقنعكم بالطريقة، طريقة المقارنة بين النظام الكوني والنظام الإسلامي. لاحظ معي أن الخريف، هذا الدليل على أن ذو الحجة يكون في الخريف والحج يكون في الخريف ونزول الله يكون في آخر الخريف، فخير الأشياء أفضلها. فتساقط الأوراق الأشجار يكون متى؟ يجب أن تكون ذو الحجة في الخريف ليحج الناس ويتوبوا، يكونوا آخر الأركان. آخر الأركان متى يكون؟ في آخر السنة. فتساقط الأوراق الأشجار ودخول السكون، ما يسمى في الزراعة بالسكون. السكون هو عدم صعود المياه إلى النباتات وعدم نموها وظهور اخضرارها في الأوراق والأغصان. فهذا السكون يكون بسبب الله سبحانه وتعالى. عندما ينزل إلينا تتوقف الحياة، يتوقف كل شيء، تتوقف حتى الزكاة. يجب أن تزكي قبل 25 من شهر 12 من شهر ديسمبر. يجب أن تتوب قبل تلك بداية السكون، ليلة 24. تلك ليلة عظيمة جدا علميا ولا إسلاميا ولا في جميع الحضارات. يجب أن تحج قبلها، أن تعتمر قبلها، أن تصوم قبلها، أن كل شيء مرتكز على بداية السكون أو الليالي البيض. لماذا تسكن؟
خشوعا لله، حتى النبات يخشع لله سبحانه وتعالى، كل الكائنات تخشع لله سبحانه وتعالى. ثم ماذا؟ بعد هذا السكون فتمتد الفترة، ثم تنتهي الليالي البيض، ثم لما يغيب الله سبحانه وتعالى تبدأ الليالي السود حزنا على انتهاء هذه الأيام. ثم ماذا؟ ثم يبدأ النمو والإخضرار للنباتات وظهور الأوراق والأغصان من جديد في بداية حياة أخرى، يعني الله أعطاها عام آخر لتنمو. فهنا جمع الله سبحانه وتعالى في سورة الفتح إشارة لنفس الشيء، وهو حلق الرؤوس، وذكر الفتح. سورة الفتح في أواخر حسب النزول في أواخر الصور، فهي إشارة إلى رأس السنة. ثم ذكر الحج، المسجد الحرام، وذكر حلق الرؤوس، حلق الرأس، وهو نفس الشيء. فهنا قارن ولا شابه بين تساقط أوراق الشجر والشعر الإنسان، فيجب الحلق بالنسبة للنبات فتسقط الأوراق، أما بالنسبة للمسلمين والمسلمات فيكون هناك قص أو حلق للشعر. لماذا؟ لأنه في فترة سكون في تلك المرحلة، ثم يبدأ النمو الجديد لجسم الإنسان، فيتطور جسم الإنسان ويكون أكثر إثمارا وأكثر تحررا وأكثر عطاء في العام المقبل. نفس المقارنة بين الزراعة والشجر وتساقط الأوراق وعدم النمو، ثم الانبعاث والحياة الأخرى، تبدأ الحياة من جديد في الشعر أو في النبات. فيجب تقليم الأشجار والأغصان وما إلى ذلك، وإعطائها الفيتامينات أو المواد العضوية لنمو أفضل للشجرة أو النباتات، وهذا في عالم الزراعة. كذلك لما تحلق يجب أن تعطي الفيتامينات لنفسك ليتقبلك الله سبحانه وتعالى في عام الآخر، فتكون أكثر عطاء وأفضل نشاطا وأكثر نموا خاصة للأطفال، وأكثر تحررا روحيا ونفسيا وعصبيا. فما هي هذه الفيتامينات؟ هي الصلاة، وهي الحج، وهي الصوم، وهي العبادة لله والخشوع إليه في الشهور الحرم. أما رمزية الحلاقة والمثال الذي وضعته لكم ما بين علاقة جز أو قص أو تساقط أوراق الخريف، لماذا؟ استعدادا لنمو وإثمار أفضل في العام المقبل ما بعد انتهاء الليالي، فتبدأ بجذور أفضل وعطاء أفضل. فشبه الله في سورة الفتح في نفس هذه السورة في قوله لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لا تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم. لماذا؟ فالله سبحانه وتعالى في القرآن اختص دائما التوبة إليه، ولهذا جاءت التوبة في آخر القرآن، يعني آخر السنة. التوبة بالحلق، يعني تريد أن تتوب احلق رأسك. بالنسبة للقص ولا يعني المهم فيه لمس الشعر. لماذا؟ فهنا احلقوا رؤوسكم ويذكر المسجد الحرام أو الحج أو ما إلى ذلك. فهذا دليل أن الله سبحانه وتعالى يشبه النبات بسكون وسقوط أوراق الخريف وسكون النمو والإخضرار توقف، مع ماذا؟ مع سكون البشر في الأشهر الحرم والخشوع والاستعداد لبروتوكولات العبادة والطاعة في رأس السنة، مع قص الشعر. لماذا؟ لتأخذ حياة أخرى ما بعد، وهذه من شعائر الحج. لست أنا من أقولها. التوبة دائما، أنت لما تذهب إلى الحج، لماذا أنت تذهب إلى الحج أو العمر؟ للتوبة، لطاعة الله سبحانه وتعالى. إذن من شعائر الحج قص الشعر. عندما تقص الشعر يكون في الحج. فمتى تكون تساقط أو قص الأغصان؟ تكون في أو سكون، يعني سواء أنت تعملها أو الله سبحانه وتعالى من وضع هذا النظام لسقوط الأوراق. هذا دليل علمي، الربط بين الشريعة وبين الواقع وبين النظام الكوني. فالشعر شبه بالأوراق، فتساقط الأوراق
يأتي معه قص شعر الرأس، حلق الرؤوس، وذكر هذا في عدة آيات سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. هذا دليل على ماذا؟ دليل على أن الحج يكون في آخر السنة، يعني هو أشهر معلومات في الأشهر الحرم، فتكون آخر حجة أفضلها هي التي تكون في الشهر 12، ثم ختام تنتهي فترة الحج في رأس السنة تنتهي. هذا هو النظام، يعني تستطيع اختراق وفهم وإدراك وربط النظام الكوني مع النظام الإسلامي هو نفسه، ثم ينمو ذلك الشعر. فهنا هذا النمو للشعر هو الذي يلتقط الذبذبات أو يكون مستشعر الشعر. لماذا سمي شعرا بالشعر؟ لأنه يلتقط الذبذبات والترددات في هذا الكون وتعود عليك بالإثمار، حتى أنه متعلق بنسبة كبيرة في البويضات والسوائل للذكر وحجم جسد الإنسان وقدراته العقلية والنفسية. وأنصح كل مريض أن يستعمل الثلج ومياه الليالي البيض، فتركوا أولادكم أو أنتم امشوا عليها حفيانين، يعني بدون جوارب أو بدون يعني ملابس، وتلعبون بها، تلامسون بها كل المناطق المريضة أو تشربونها أو يعني تكثرون ملامستها، أو أثناء نزول وهطول الشتاء والمطر تستقبلونها على أجسادكم وتمسحون على كل الجسد شربا وغسلا. فهذه فيها بركة الله سبحانه وتعالى، فاحتفظوا بها واستعملوها. كذلك الحلق، لما تحلق فأنت جددت جسدك. روحوا إلى المختصين في الزراعة تجدون أن ما معنى تقليم الأشجار وما إلى ذلك، هو لإعطاء، يعني تصبح الشجرة تعطي أكثر، كذلك الإنسان فيصبح جسده يعطي أكثر. فهذا هو معنى التجديد، فاهمين؟ فهي من بركة الله سبحانه وتعالى. والحلق يكون لأغلب الأمور، لا أتكلم عن اللحية، ولكن حتى النظافة العامة في أي مكان آخر. وهنا كذلك الإشارة إلى العقيقة وهي قص للشعر للمولودين الجدد، ثم الذبح. فالشعر والذبح هم قربان إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا يكون عبر جميع أو أغلب الحضارات القديمة والديانات والشرائع، فيكون دائما الشعر والدم هو قربان لله سبحانه وتعالى. ولهذا ننصح بعمل العقيقة في هذا الوقت، وكذلك إنجاب الأولاد أن يكون بحساب تتم في هذه الفترة. هناك يكون تخصيب قوي جدا، خصوبة قوية جدا للزوجين في هذه الفترة، سواء للولادة أو للحمل. فيعني يجب أن ندمج الكون بالواقعين بالعلم. فلو تلاحظ مثلا العقيقة ما هي قص للشعر، هو نفس السياسة في الحج للذهاب عند الله سبحانه وتعالى، أو نفس السياسة السنوية، وكأنه ضمان سنوي. إذا كنت تريد ضمان سنوي فلتعمل قص في للشعر لتجديده لسنة أخرى. وإذا كنت تريد ضمان أغلبية حياتك لأن الحج لمن استطاع إليه سبيلا فلتعمل عقيقة، فهذا ضمان مدى الحياة من أمور كثيرة، وخاصة مثلا كمثال الحفظ لدى الله سبحانه وتعالى. فهو هذا نظام كوني قص الشعر. لماذا؟ لأنه سيحميك بهذه الطريقة تلقائيا. هذا النظام الكوني وضعه الله سبحانه وتعالى من السحر في الشعر، فكانوا هذا تأكيد علاقة الشعر بالله سبحانه وتعالى وعلاقة الشعر بالكون. فكانوا قديما يعملون عقد في الشعر لكي يفسدوا عليك حياتك النفسية والعصبية والبدنية وما إلى ذلك. فلو تلاحظ الساحر ليفسد عليك يعقد لك في الشعر. فالشعر والعقيقة لما يخلق الولد الصغير يعملون له قص للشعر. لماذا؟ وهو لتسجيله في النظام الكوني الذي وضعه الله سبحانه وتعالى لكي لا يتم سحرك أو لحفظك من الأعمال
الروحانية الشيطانية. فهذا الشعر له حكمة. كذلك الذبح لله سبحانه وتعالى في هذه الفترة، يعني هي ارتبطت بالحج، فمن شعائر الله البدنة، ومن يقدس شعائر الله فتلك من تقوى القلوب. فالذبح هذا الكبش وما إلى ذلك في الحج، هذا تكون من شعائر الحج، ويكون في الشهر في آخر الخريف، وأفضل قلنا حجة أو عمرة فتكون في رأس السنة قبل بداية الليالي البيض أو فيها تحديدا. المهم أن نقوم بباقي الأفعال قبلها، مثل الزكاة وفك المشاكل والاستعداد، كأنك تستعد لنهايتك. ممكن الله يعطيك حياة أخرى، ممكن لا. ولهذا جاءت سورة الجمعة في آخر القرآن كذلك حسب النزول القرآن وليس حسب المصحف. فكانت سورة الجمعة في آخر القرآن حسب النزول، وهي إشارة إلى يوم القيامة. يعني كأن الإنسان ولا المسلم أو المسلمين أو باقي الحضارات كأنهم كانوا يستعدون للوفاة، يعني نهاية. هل سيعطينا الله أو لا؟ الله أعلم. فكانوا يتقربون إليه بالطاعة قولا وفعلا، وبهذه الأعمال سواء الأركان الإسلامية أو غيرها حسب ثقافتهم وفهمهم للنظام أو تتبعهم لأربابهم من قبل. لهذا وضع الله سبحانه وتعالى الاحتفال بيوم الجمعة. أما الاحتفال الأكبر فلماذا هو خشية، هو اجتماع الحشر، حتى صوت الحشر كأننا نحشر يوم الجمعة، كأننا نجتمع على الدعاء والصلاة والطاعة والعبادات والصيام والحج وما إلى ذلك. لماذا؟ لكي يقبلنا أو لا، كأننا نخضع. أعطيكم مثال بسيط. الأسد هيبته في الشعر، فأنت تتقرب إلى الله بحذف الشعر. يعني الخضوع الأشهر الحرم ليس فيه استعلاء، أو حتى في اللغة العربية سأشرح لكم إن شاء الله. في اللغة العربية الحروف اللغة العربية مبنية على رأس السنة. هذا ولا عمركم ستصلون إليه. حروف الله. لماذا اختار الله لاسمه الله الألف وتكرار اللام والهاء؟ فهذه معناها سننشر هذا العلم إن شاء الله في هذا الشهر إن شاء الله، سواء العام أو الخاص، في دورة الهندسة أو دورة الله سبحانه وتعالى وضع اسمه مبني على رأس السنة. وسأشرح بابا نويل، ما معنى بابا نويل، وسأشرح بعض الكلمات في اللهجات المصرية والعربية في الأمة، مثل كلمة أيوة ونعم، وأشرح بعض الحروف لأول مرة في تاريخ الإسلام واللغة العربية. ستسمعون مني تفسير الحروف، صدقوني لم يفسرهم أحد منذ نزول القرآن وقوله وعلم آدم الأسماء كلها. وستجدون أن تركيب اللغة العربية، لماذا أصلا وضع هذه الحروف؟ فقلت لكم أن الحروف اللغة العربية هي الإعجاز الحقيقي وليس القرآن هو الثاني. فبالنسبة لفككة اللغة العربية، لما تفهم هذه الحروف اللغة العربية ستجدها تشير إلى رأس السنة ولما أقول، وستعرف لأول مرة باعتبارك مسلم لماذا سمى رب العالمين اسمه الله. سأعطيكم درس أول فيه، وسأشرح بعض الحروف وبعض التفاصيل وأربطها لكم بالعلوم مثل هذه المحاضرة أو الدرس. يعني الإسلام، خذوها قاعدة مني، الإسلام مصادر التشريع يجب أن يكون فيها العلم. إذا الآن أخبرتك لماذا الشهر الحرام حرام، لقد قال السلف ربما اختلف، كل شيء مختلفين فيه ولا فاهمين فيه. فيجب أن تكون متعلم لتفهم الكون، لتفهم القرآن. فكلما زادت ثقافتك وعلومك واختصاصاتك، كلما استطعت قراءة القرآن بزاوية علمية وتفهمه وتدركه أكبر. فالحروف لا تفهم من الحروف، وهذا خطأ في كلية الأدب العربي. البروفيسورات والمختصين والدكاترة ومتخرجي اللغات أو اللغة العربية تحديدا يستطيعون أن يؤكدون أن ما أقوله صحيح، وأنه لم يذكره أي أحد قبلي. ترقبوا درس إن شاء الله سأعلن عنه في القناة ومواقعنا. وهذه اللغة العربية ترتكز على ما أقول. فشوف سبحان الله، مصادر التشريع يجب أن يكون هناك علم. إذا لم تتعلم والذي نفسي بيده لن تستطيع فهم الإسلام ولا حرف.
هاو من أين أنا فاهم الحروف وأستطيع الإبداع في أي علم؟ في أغلب العلوم. لماذا؟ لأني مثلا فاهم اللغة العربية على مدى مبنية. أنت تبحث في معنى الحرف، أنا أبحث لماذا الله وضع هذا الحرف أصلا. أنت تبحث في تفكيك علم المادة، مثلا مادة الرصاص وما إلى ذلك، أنا أبحث لماذا الله وضع لها جذور هذه المادة وصفاتها ومعادلتها. فاهمين؟ يعني أنتم كبشر تبحثون عن الأمور، الترابط بين العلوم. أنا أبحث عن جذور لماذا الله وضعها أصلا. هذا هو الفرق. أنا أبحث لماذا، فلما أجد لماذا وضع الله الألف، لماذا اختاره، أعرف تفاصيل كثيرة وأستطيع أن أبني علوم. وحاولت والذي نفسي بيده، هذه العلوم لن تجدها. ابحث أو خليك تنتقد وتكذب. وأنا ما جهزت لهذا الدرس والذي نفسي بيده، فقط أحببت أن أفيدكم لكي لا تسبقوا في تتبع ما يسمى السلف وتكفير رأس العام وتكفير رأس السنة. فهؤلاء السلف غفر الله لنا ولهم، هم يتبعون نظام بني من تل أبيب والغرب والكفار. هم صحيح أن أغلبيته خاصة المتابعين أما الرموز القدماء قبل القرون فقد ضلوا وأعدموا هذا الإسلام وفهم جوهر الإسلام، وبنوا لكم إسلام ينافي جوهر الإسلام. فاهمين؟ حذفوا كل ما يؤدي إلى جوهر وفهم والارتباط بالله سبحانه وتعالى وبالأركان وبالنظام الكوني، لأنهم يخافون أن تفهمون الإسلام، فحذفوا معنى اللغة وتركوا لكم الحروف، فبقي من الإسلام إلا رسمه واسمه. هذا ما تركوا لنا في آخر هذه الأمة، وهذا بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يأتيكم مجدد كل 100 سنة. وأنا أدعوكم والذي نفسي بيده، هذا الدرس لا حبيت فيه أمور مادية، ولا كنت أصلي هنا، فأنا كنت أجهز نفسي لرأس السنة والخشوع فيها وما إلى ذلك. ففتحت المصحف وأنا أقرأ فيه، فحز في نفسي أنكم لا تعرفون قيمتها، رغم أني حاولت العام الماضي أعمل لكم درس ووضحت لكم أن ركن الزراعة السادس في الإسلام، وأصبت بعدها وما كملت. ثم أعطيكم قوس بالنسبة لي، هذا بالنسبة لكم شيء جديد، أنا بالنسبة لي هذا شيء قديم. إذا فهمتم رأس السنة ستتحكمون في هذا الكون. احفظوها عني. إذا فهمتم رأس السنة ستتحكمون في هذا الكون. احفظوها عني. كخلاصة لهذا الدرس، حاولنا في المنهج الزمني أن نلاحظ كيفية عمل هذا الكون ونظامه العلمي، والتغلغل في النظام القرآني الإسلامي وما هي محركاته الأساسية، وواقعنا كيف نعيشه، ونربط كل هذه الثلاثة ببعض. فهكذا يتبين لنا لماذا متوفرة الأركان أو متوفرة القواعد الرياضية التي اكتشفها المختصون في هذا الكون، مثل الثابت الرياضي ل 3.14، فهو موجود في الفاتحة، فهو موجود في الفتح، ولو تبحثون تجدون أن هذا يشير إلى رأس السنة، وموجود في ركوعنا في عمود الإسلام وهو الصلاة، متوفر في السجود وهو أقرب ما يكون العبد لربه، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، في 14 حرف 3.14. ف3 أشهر الحرم و14 يوم من السنة الجديدة، وهي تشير إلى رأس السنة الأمازيغية. فتلك أيام مقدسة وعظيمة جدا، وترتكز عليها أغلب العلوم في هذه الأرض. وأتمنى منك أنت اللي تسمعني أن تشرح هذا لطفلك، ابنك، صاحبك، جيرانك، أن تشرح لهم، وأن تعضوا على هذا الدرس وعلى هذا الفهم وعلى كل ما سمعتموه عني في رأس السنة. فوالذي بنفسي بيده لو أعيش أكثر سأشرح لكم أكثر أغلب العلوم، وستتأكدون حتى اللغة العربية حرف والذي نفسي بيده لا يفقهه أحد في هذه الأرض، حرف. لماذا؟ لأنه مرتبط بجميع العلوم، وما أقوله هو اختصار لجميع العلوم. ترقبوا مني درس في اللغة العربية. ذكرت هذا الدرس في منتصف
يعني قبل بداية الليالي البيض، حبا في أن تعرفوا قيمة رأس السنة في الليالي البيض، ولديكم مجال لتستعدوا للتوبة، للطاعة، للصيام، للطلب، للدعاء، لاستغلال هذه الفترة المباركة، هذه الأمطار وهذه الثلوج، لتبحثوا أكثر. يعني فيه باحثين متمكنين لما يسمعون تفكيك هذه المعادلات أو الأشهر أو الآيات سيضيفونها إلى علومهم ويدركوا أكثر. وما يهمنا اليوم وفي هذا الدرس أن نعرف قيمة الله سبحانه وتعالى في رأس السنة ونعبده، وانشر إلى ما يسمى السلف هذه الأحزاب والفرق التي تدعي أنها تنتسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم عن جهل، وهي معذورة. لقد هم شباب يعني طيبون خيرون يريدون الدفاع عن أوطانهم والدفاع عن دينهم وعن رسولهم وعن دينهم وعن قرآنهم، ولكن أقول لهم للأسف لقد خدعوني كما خدعوكم، وأننا ندافع عن الجهل. فنرجو التحيين والتحديد، وأنا ما أقوله مستعد أن أثبته بعشرات ومئات وآلاف الآيات. يعني بقال الله قال الرسول والذي نفسي بيده لم أحضر هذه الحلقة، ولكن أحببت فقط أن تشاركوني طاعة الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام وهذه الأشهر المباركة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.